صلي على سيدنا محمد وتعالى نشوف كل تفاصيل استاد النادي الاهلي بعد الاعلان النهارده عن التفاصيل وعن تصميم الاستاد اللي كانت ليله كبيره لكل جمهور النادي الاهلي. في البدايه في جراج كبير بيسعى ل 4500 موقف عربيات، في متحف هيضم بطولات والقاب النادي الاهلي يتردد عليه مليون زائر سنويا، معناه انه هيكون متحف كبير جدا ان شاء الله وعظيم. في اريا كبيره ومساحه كبيره للمطاعم والكافيهات اللي هتكون على اعلى مستوى، لان في مساحات هي اصلا مش استاد بس، ولكن اللي اعلن عنه هو الاستاد، ولكنها مدينه رياضيه متكامله ان شاء الله. في طبعا الاستاد هيكون فيه اضاءات بالوان مختلفه، اهمها واعظمها واكثرها قربا من قلوب جماهير النادي الاهلي هو اللون الاحمر، طبعا اللي هتشوفه مسيطر على كل ارجاء الاستاد. في 11,000 مشجع من التالتة شمال، في التالتة شمال دايما بنهز جبال. ال 11,000 مشجع هيكونوا في التالتة شمال في الاستاد اللي تراكلس زي ما قلت لك في سبق من قبل كده. في شاشه دائريه عملاقه زي ما بنشوف في البرنابيو وفي الاستادات العالميه في اوروبا. في يعني لوحه تفاعليه بين الفواصل في المدرجات بنشوف عليها شعار النادي الاهلي. في 80 قاعه او 80 جناح فاخر للVVIP لكبار الزوار وكباين التعليق وكمان الاستوديوهات التحليليه اللي هتكون في الاستاد. الاستاد طبعا مصبوغ باللون الاحمر المحبب الى قلوب جماهير النادي الاهلي، ومقفول كده هيكون تفاعلي اكتر بسبب ان مفيش التراك بتاع الجري، فهتلاقي ان الجماهير اكثر تفاعلا مع اللعيبه، واللعيبه ممكن تحتفل مع الجمهور بشكل مباشر. الاستاد زي ما قلت فيه فواصل كده اللي هي بين الدرجات وبعضها بين المدرجات، يعني في 72 كمان قاعه لكبار الشخصيات الVVIP برضو تاني، ربنا يوعدنا يعني ونقعد فيها الحاجات الغاليه دي اللي الناس بتحجزها. طبعا 42,000 هنيجوا للمعلومه دي في الاخر، 42,000 و400 مشجع، دي الساعه الكامله للاستاد زي ما قلت لك من شويه، دون تراك اللي هو التراكلس. عشان كده هتكون الجماهير قريبه جدا من الاستاد، وهو اصلا استاد يعني حجمه هيكون ايه، صغير كده محندق، ولكن على قلوب جماهير الاهلي زي العسل، اللي اسم النادي الاهلي واللوجو بتاعه محفورين في المدرجات. دايما تشوف شعار النادي الاهلي في الفواصل بين المدرجات وبين بعضها، شعار طبعا مضيء والشاشه متحركه. دي كمان غرفه الملابس اللي هتكون بتضم عناصر ان شاء الله، ساعتها مش عارفين مين هيكون يظل معانا من اللعيبه دي ولا مين هيكون مشي. في كمان جيم على احدث مستوى هيكون مصمم الى جوار غرفه الملابس، وزي ما شايفين الادوات بتاعه الجيم ولوجو النادي الاهلي واللون الاحمر مسيطر في كل مكان. دي كمان الاوفيشال ستور اللي هو المتجر الرئيسي اللي يتباع فيه طبعا تيشيرتات وكل حاجات تخص النادي الاهلي، طبعا حاجات الاصليه بتاعه الشركه الاصليه اللي هتتباع في الاسطور ده وهيكون في مول كبير كمان، هيكون طبعا مول الاهلي فيه كل حاجه بتخص النادي الاهلي. ده المدخل كمان بتاع اللعيبه